كنت عايز افهم. طب صلي على النبي. طب وري لهم كده انت جايب لي ايه. بص تجيب لي خطيبتك دي اول مرتك دي من عند ربنا. خد يا عم خليها لي منه. ما تحرجيش الراجل. حرام عليك وخلاص. صعب تصدق بالله بامانه الله. انا اسف هي زي اختي بس بصراحه هي ما تستاهلكش اصلا. والله العظيم انت اللي تحرجي جوزك قدام جوز الرجاله وقدام الناس كلها. خد يا عم انا مش عايزه حاجه منك. حرام عليك يا ابني. طب يلا يا ست انا همشي، انت حرفتني قدام الناس. لا يا عم اوعى بس عديني امشي يا عم. طب انا خد دبلتك. طب عديني يا عم انا همشي يا عم. دبلتك دي انا اللي ماشيه. انت كده انت اللي فايز مش هي. اقسم بالله انت اللي كسبان. ما انت بس ليه طلعت له فلوس طيب؟ يا صاحبي خد اللي انت عايزه وهي ما تستاهلكش. اقسم بالله ما تستاهلك. انت اسمك ايه يا صاحبي؟ ولو عايز تصور هنا اي وقت مش هاخد منك اي حاجه والله. بس انا عايز اقول لك على حاجه بس. امسك بس لا الفلوس. خليها معاك. امسك بس الفلوس. امسك بس الفلوس. هقول لك على حاجه بس. هقول لك على حاجه حبيبي. احنا كلنا بنصور، هي ممثله معانا ولا خطيبته ولا حاجه، وكل دي كانت تجربه انسانيه وانت راجل محترم. بس بتمثلها حلوه بصراحه. بصراحه انا خلي بالك انا عايز اقول لك ان انا في فرعك. انت اصلا عندك قناه انت ما تعرفنيش. اللي ما تعرفوش اصلا ان انا عارفك. انا جيت قاصد ان انا اعمل الفكره دي هنا ان انا عارفك وجاي اختبرك وباين للناس ان الراجل ده محترم يا جماعه. يا صاحبي ده مكانك والله. الخيمه دي مكانها قدام في حي الجامعه قدام بوابه حاسبات قدام جامعه المنصوره.